السلام عليكم، وحشوني احلى اخوات. فيديو النهارده مميز جدا. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي بالطريقه الاصليه. هتعملوا فطير مشلتت على اصوله بطريقه فرد جديده، هتخلي الفطير مورق وطري وبدون اي مجهود. وهقولك كمان على دق التفاصيل فيه عشان يطلع معاكي ناجح من اول مره. انسي ان يكون ناشف معاكي او معض، انسي اي مشكله فيه، هيطلع قابب بالشكل دوت وجميل، والطعم حكايه، والتوريقه مفيش قبل كده ولا كمان بعد كده. تعالوا بينا نشوف الطريقة على أصولها ونتابع الفيديو للآخر. حتى لو انتي أستاذة فيه لازم تشوفيه، لأن فيه معلومات مهمة جدا أكيد ممكن تفيدك. وما تنسيش اللايك. ويلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى بينا على الطريقة ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب، انا معايا قد ايه دول يا بنات؟ انا معايا كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده هيعمل ايه؟ هيعمل فطيرتين حلوين كده، مقاس في الصينيه كده 32. تمام. لازم لما نجيب الدقيق هنجيبه متعدد الاستخدام. تمام. لازم ننخله. ليه بننخله؟ عشان لو في اي حبيبات او حاجه فيه، وبيخلي كده هش ومور. تمام. هننخل كل الدقيق، كمية الدقيق دوت. هو الفطير عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية وشوية دقيق وشوية اسفة، بس كده. لا هنحط بيكنج باودر، لا بيتحط له بيكنج باودر، لا بيتحط له خميرة، ولا بيكنج صودا، ولا الحاجات دي. هي مية وشوية ملح والدقيق بتاعنا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت قد ايه كيلو دقيق، حطيت عليه قد ايه ملح، معلقة ملح ممسوحة. تمام. ومعلقتين سكر صغيرين. هنقلبوهم حلو مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ ننزل بالمية بالتدريج. المية قد ايه هقولك في الاخر. انا خد كيلو الدقيق ده اخد مني قد ايه. تمام. طبعا المية بتختلف من نوع دقيق لنوع دقيق. في نوع دقيق بياخد مية اكتر، وفي نوع دقيق لا. انا اللي عايزاه، انا اولا الدقيق الفطير دوت مش عايزاه ناشف، انا عايزاه كده زي كأنه بيلزق. تمام. انا نزلت باول كوباية، حطيت اول كوباية مية. هبدأ اعجن فيه كده لغاية لما اشوفه عايز مية، وهوريكم الملمس بتاعه او ال... شكلها ايه. يعني انا عايزاه الملمس دوت. تمام. هنفضل نعجن فيه. هنعجن فيه لمدة قد ايه؟ لمدة 10 دقايق. لو طبعا عندك عجان حطي في العجان لغاية لما تلاقي العجين بدأ يلم من العجان والعجان نضف معاكي، يبقى كده هو اتعجن حلو. لكن لو بتعجني على ايدك زي كده في بولة، تفضلي تعجني فيه لمدة 10 دقايق. تمام. انا استخدمت قد ايه دقيق؟ سوري، قد ايه ميه؟ استخدمت كوبايه ونص. انتي طبعا حسب نوع الدقيق بتاعك، ممكن تستخدمي اكتر ممكن تستخدمي اقل، على حسب نوع الدقيق. كل دقيق قلنا ايه بيختلف. بصوا بعد ما خد الميه اللي احنا محتاجينها، بصوا هنفضل نعجن فيه كده. تمام. وهنرش له شويه دقيق. بصوا انا عايزاه لا ناشف قوي قوي ولا طري قوي قوي اللي انت ما تعرفيش تمسكيه، لا، تحسي ان هو بيلزق بس بسيط. تمام. هنقسمه ازاي؟ هوريكم بقى طريقه فرد جميله قوي وسهله قوي، ومش هياخد منك وقت، ولا لازم مثلا مكان عشان تقدري تعملي فطير مشلتت او حاجه. يعني مثلا اي حاجه قدامك تبقى واسعه. لا لا لا، احنا هنعمل طريقه سهله. هنقسم الاول الكيلو الدقيق ده هنعمل فيه ايه؟ 2 كبار، واحدتين يعني ايه، هناخد كورتين كبار. قد ايه كورتين الكبار كده؟ عارفين البرتقانه؟ قد البرتقانه، شايفين؟ هو ده الحجم. عارفين البرتقانه اللي احنا بنجيبها قديها. وهنعمل ايه تاني؟ وهنعمل كور صغيره. كور صغيره قد ايه؟ عارفين السفندية؟ قد السفندية. بصوا انا جبت لكم باختصار المفيد، او اقل من السفندية كمان. تمام. ما بين السفندية وما بين البرتقانية في الوسط. هنعمل الفطيرة الكبيرة دي واحدة، وهنحط جواها كام واحدة؟ هنحط جواها 15 واحدة. ازاي هنحط جواها هوريكم دلوقتي. هنعمل 15 لكل واحدة كبيرة اللي هو قد البرتقانية اللي قلنا عليها. هنعمل لها 15 واحدة صغيرين اللي هم قد ايه؟ ما بين السفندية وما بين الايه، وما بين الليمونية. تمام. هنحط فوق الوش شوية زيت. بعد ما قسمناهم كده هنحط شوية زيت فوق الوش عشان بس وش العجين ما يعملش قشرة. وهنغطيه نريحه ثواني، يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. تمام. وهنغطيه برضو بكيسة بنات. وهنبدأ نفرد. هقول لكم هنفرد ازاي. هنفرد اول واحدة عملناها كبيرة، مش احنا عملنا 2 كبار، هناخد واحدة منهم نفردها
حلو قوي. تمام. وهوريكم هنعمل جواها ايه. هنجيب قد ايه سمنه، سمنه او زبده يا بنات. هنحط مثلا 3/4 كوبايه سمنه وعليهم ربع كوبايه زيت. الزيت بيدي قرمشه والسمنه بتدي طعم حلو. لو عندك زبده كمان ممكن تضيفي عليها، يعني تظبطي، مثلا ممكن تحطي نص كوبايه سمنه، ربع زبده، ربع زيت. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين انا باخد وبفرد العجينه دي، ايه العجينه الكبيره او الكوره الكبيره اللي قلنا عليها اللي هي قد البرتقانيه. هنفضل نفرد فيها لغايه قد الصينيه بتاعتنا. الصينيه قد ايه؟ مقاس 32. هنحط برضو في الصينيه شويه سمنه وزيت اللي احنا عاملينه والخلطه اللي احنا عاملينها، ونبدأ نفرد. السمنة قد ايه يا بنات؟ او درجة حرارتها ايه؟ درجة حرارة الغرفة. ما تبقاش سايحة قوي ولا ايه ولا ماسكة قوي عشان تقدري تفردي بيها. تمام. هنبدأ نفرد ايه اول كورة صغيرة. بصوا فردنا ازاي، هنرفعوها خالص، مش مشكلة اتقطعت منك، مفيش اي مشاكل. هنبدأ نحطها فين؟ على اول واحدة فردناها الكبيرة. بصوا مش محتاجة مكان بقى انك تفرجي وما عندكيش مكان واسع، لا لا لا، هي على الرخامة في حتة صغيرة كده هتبدأي تفرجي فيها. شايفين؟ دي تاني كورة. احنا قلنا هنعمل ايه؟ واحدة كبيرة وجواها 15 واحد صغيرين. هنحط 15 واحدة على بعض زي ما انتوا شايفين. ازاي الفطير ده هتشوفوا في الاخر هيبقى شكله ايه. بصوا هنبدأ نفرد فيه كده. نحط طبعا لازم نحط سمنة. هناخد الكورة نحطها جوه السمنة ونبدأ نفرد فيها. وهيفضل، يعني انا قلت لكم نص 3/4 كوبايه سمنه وربع زيت، هيفضل مني سمنه. بصوا بنفرد فيها ازاي. بصوا بنرفعها يا بنات ازاي، بخليها زي ورقه السجاره كده. لازم نرفعها حلو قوي عشان تورق معانا وما تبقاش ايه من جوه معجنه ومش مستويه. ونفردها حلو من الحروف عشان ما تبقاش تخينه معانا. بصوا بنفرد ازاي. بصوا بتتفرد معانا بطريقه سلسه كده. تمام. احنا كده فردنا ال15. هنبدأ ناخد الكبيرة بقى اللي بره، ناخد حروفها كده، ندخله الحروف كله على بعض. شايفين يا بنات؟ طبعا الفيديو موضح بقى. وندخلوه جوه بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهنسيبوها تريح قد ايه، ونحطه فوق الوش شوية سمنة من اللي احنا عاملينها. ايه، هنسيبوها تريح 10 دقايق عبال ما نفرد التانية. بصوا دي تاني واحدة برضو فردناها، وبرضو هنحطوها فوق هنحطه جوه بعضه زي ما انا وريتكم. وهنبدأ برضو ايه نريح. اول واحدة عملناها هناخد شوية سمنة. بصوا شايفين بيتفرد معانا ازاي عشان احنا ريحناها قد ايه يا بنات؟ 10 دقايق. لو اشتغلنا فيها كنا على طول ما كانتش هتفرد معانا كده وهتزهقنا وهتلم، لا، احنا نسيبوها تريح. بصوا بنفردوها على قد الصينية بتاعتنا. قلنا مقاس ايه؟ 32 او 30، مفيش مشكلة. بصوا فردناها اهو زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة الفرن يكون سخن جدا، اعلى درجة حرارة عندك. هنحطه في اول رف لغايه لما يحمر من تحت وهيحمر من فوق. بصوا قابب معانا ازاي، شايفين كده؟ احنا الفطير بتاعنا معانا نجح. بصوا بصوا قابب، بصوا مورق ازاي. انا ما ولعتش الشوايه، هو احمر لوحده. شايفين يا بنات؟ بصوا الجمال. بعد ما طلع وهذا غطيته في فوطه طبعا عشان ما ينشفش مننا. بصوا بيتنى ازاي يمين وشمال. الوش مقرمش ومن جوه الطبقات بتاعتنا طريه كده ومورقه. بصوا التوريق يا بنات. بصوا الجمال. طريقه سهله وبسيطه وما خدتش معانا وقت ولا مجهود، في نص ساعه هتكوني مخلصاه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك ووصلت لغايه هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي. واشوفك على خير في فيديو جديد وطريقه